مساء الخير. احنا النهاردة هنعمل عجينة، حاجة كده 2 في 1. هنقول الاول احنا هنعمل ايه. احنا عندنا دول 4 كوبايات دقيق وعليهم ذرة ملح، وعندنا معلقة كيس خميرة على طول على بعضه دي فورية، ومعلقة كبيرة سكر. هناخد دول الخميرة والسكر. نسيت اقول احنا عندنا 4 معالق زيت. بص حبايبي، انا نسيت اقول لكم احنا هناخد 4 معالق زيت بالمعلقه، ما احناش هنضيف اكتر من كده. ادي 1 2 3 4 معالق زيت على 4 كوبايات من دي. يعني انا عامله العيار ده دايما هو بتاع العجين بتاعي. هنعمل بس الزيت كده، مش هيبانوا اصلا لانهم حاجه كده بأمارة. اظن كده عجينه اقتصاديه ما فيهاش اي حاجه. هي 4 معالق زيت و4 كوبايات دقيق وكيس الخميرة عليه معلقة كبيرة سكر بس وشوية مية، ولا أبسط من كده، مش أبسط من كده. نعمل حاجات اقتصادية خالص، بس تشوفوا النتيجة في الآخر هتعجبكم قوي يعني. هنقلب الخميرة عشان احنا هنضيف المية على طول. احنا اتفقنا في أول الكلام هنعمل حاجة ايه اسمها 2 في 1. بصوا حبايبي، احنا بنلم اهو، زودنا ميه، عيار الميه حسب ما ياخد الدقيق. احنا دي الحاجه الوحيده اللي ملهاش عيار، بس احنا بالتقريب. احنا خدنا نص الكوبايه الاولانيه بتاعه الخميره، وخدنا نص تاني، وداخلين في النص التالت. هنشوف بس هتكمل قد ايه. بس برضه هرجع اقول لكم ده حسب خامه الدقيق. ده دقيق لجميع الاغراض، مفهوش اي حاجه لا نمره 1 ولا الكلام ده، لجميع الاغراض. وبعدين لسه لغايه النهارده في ناس بتخاف من العجين. مفيش حاجه اسمها خوف من العجين. عجين سهل خالص، ومره ينجح ومره يفشل، هتوصلي في الاخر للنتيجه المظبوطه اللي تخليكي احسن من الشيف نفسه لو انتي خدتي بالك. قربنا نوصل للنهايه اهو يا جماعه. احنا عايزين عجينه طريه. بصوا حبايبي، ناخد نقطه بس صغيره خالص عشان احنا عايزينها طرية، مش عايزينها تبقى جامدة، عايزين المخبوزات بتاعتنا طرية. احنا لمينا العجينة اهو. معلش انا بعتذر، احفادي بس بيلعبوا فصوتهم مش ظاهر في الفيديو، فمعلش سامحوني. خلاص كده، معلش ايه، هشيلها من الطبق بس شوية كده. احسن عشان ملمس العجينة يبقى ناعم، لازم ايه ناخدها على الترابيزة كده. بصوا حبايبي، العجينة بقت ناعمة وزي الفل. احنا قلنا في الاول ايه 2 في 1. هقول لكم بقى، هناخد دي نصها كده، هنعمل 1 بيتزا. اتفقنا؟
اتفقنا. دي بقى هنعمل ايه؟ هنزودها حتة سمنة كده، وهشوفوا هنعمل بيها ايه. نشربها بس حتة السمنة دي، عايزينها بقى ايه؟ تبقى دسمة شوية. ليه بقى؟ هقول لكم، خليكم معايا لاخر الفيديو عشان ايه؟ تشوفوا الاتنين في واحد. دي ايه؟ عشان نرضي جميع الاطراف. فالاولاد ايشي عايز بيتزا، عملنا له البيتزا، وايزي بقى عايز ايه؟ كرواسون بالشوكولاته. هنقلب دي كرواسون بالشوكولاته وهوريها لكم في الاخر هتبقى ايه. ودي احنا مخسرناش حاجه، عجينه قلبناها حاجتين. عايزه بقى تزودي المقدار ده براحتك. طبعا عجينه الكرواسون دسمه شويه، وده صيامي نباتي 100%. بقت جميله اهي طريه. خلاص كده نلمها. هنديهم بس شويه يخمروا، لان الخميره يا جماعه لازم تخمر. دي ناعمه وجميله ازاي. شوفوا جمال العجينه اهي، والتانية اهي. هسيبهم يخمروا وهرجع لكم تاني. اهم حاجه يا جماعه ارتفاع والخمر. ان شاء الله هتخمر وهوريكم واحنا بنقطعها هنعمل ايه. تابعوني. بصوا شايفين الخمر؟ هنهبطها تاني. عايزه اقول لكم على طريقه تخمير سريعه على فكره، انا قلتها في فيديو قبل كده. بعد ما هتلم العجينه هتسخني الشياطه بتاعه الرز، وسنه مش دقيقه، مفيش ثانيه، وتروحي حاطه العجين عليه كيس بلاستيك او فوطه اللي يعجبك. انا عايزه اعملها كده. شوفي تيجي كده ولا هتيجي اعرض. بصوا يا حبايبي عشان ما تلزقش، احنا هنبطط مستطيل كده. خليكم معايا. معايا يا حبايبي، هو لازم بس يبقى متساوي بالظبط كده. هنقطع بس الكرنسوس ده اتشال. ماشي. بصوا بقى هنشيل طبعا دي، خليكم معايا. هنشيل دي كده، شايفين؟ سهلة خالص، ولا اسهل من كده. هنشيل الزوائد، مش هنسيبها، هنعملها برضه. بصوا بقى احنا عايزين الكرواسون يبقى ايه، ما يلزقش في بعضه زي اي عجينه. عايزينه يبقى فيه كده رقات كده جميله من جوه. دي نقطه زيت بأمارة بس اهي.
هوريكم بقى اللفة وبعدين انا اكمل معايا. هنحشي الشوكولاتة دي، شوكولاتة مبشورة خام بدون لبن، دي ما فيهاش اي لبن. بصوا بقى هنعمل كده كده ونيجي على دي نحطها كده، ندخل بصوا حبايبي. كرواسون دلوقتي بيتباع في المحلات ب5 جنيه. على ايه؟ على ايه؟ انا مش عارفه والله، مش عارفه. استغلال وحاجه كده. يلا ربنا شايفه. كده اهي. معلش عشان العجينه طريه شويه، بس احنا بنحاول نظبطها، لانها لو جامده يا جماعه مش هتطلع طريه. اللي في دماغكم لازم العجينه تبقى لينه طريه عشان تديكم طراوه في الخبيز. برضو مش عايزين نكلفتها دقيق من تحت علشان برضو تبقى جميلة كده اهي. خدت ايه؟ ولا اي حاجة ولا اي حاجة. طيب ثواني وهرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني حبايبنا. شوفوا جمال العجينة، شوفوا جمال العجينة عشان تعرفوا ان مش بالكترة في الحاجات العجينة ان العجينة تطلع حلو. دقيق، خميرة، وشوية زيت. كل كوباية دقيق على معلقة زيت. فيها ايه؟ ولا حاجة ولا حاجة عشان الغلا اللي احنا فيه ده نعشي عيالنا نفطرهم وهنروقهم كمان اهي. الكاتشب ده ارجعوا للفيديو بتاع الصلصة، انا خدت منه حتة وسخنتها على النار يعني نص غلوة كده وعليها معلقة سكر، طلعت كاتشب اهو. مفيش احلى من كده، ولا كلفنا كاتشب والكاتشب بقى غالي والدنيا بقت غالية ولا اي حاجة. كله حكى من البيت، كله من البيت. ما عندناش فلفل الوان، انا دخت عليه ما لقيتهوش، الدنيا ما وقفتش. عندنا فلفل اخضر هيمشي وهتبقى زي الفل. ما توقفوش نفسكم على ان مش عارفه ايه مش موجود. لا لا لا، الكلام ده فاضي. عندك اي حاجه حطيه. نسيرة فرخه باقيه شوحيها على النار ببصلايه صغيره ودخليها بملح وفلفل، سبكيها كويس، هتبصي تلاقيها ادت للبيتزا يعني مش قادره اقول لكم تبقى جميله قد ايه. لحمه مفرومه متعصجه، اي حاجه باقيه حطوها عليه. بس خلاص، بس عشان دافية شوية ما نبوظش العجينة. بصوا حبايبي، ولا اروع من كده. يا ريت ترجعوا بس
الصلصة اللي انا عملتها هي مش عارفين هي صلصة ولا كاتشب، تعملي منها اي حاجة اي حاجة، صدقيني مش هتندمي. ساعة الخضار هتبصي تلاقيها هي اصلا متسبكة، مش هتاخد في ايدك 10 دقايق على البصل. بصوا بقى كأن بنعمل لوحة فنية بالظبط. وقفنا عشان ما عندناش فلفل الوان، ما وقفناش. بيتزا ولا مش بيتزا؟ بيتزا وزي الفل. حاجة دلوقتي بقت غالية كده ما اكلفناش. كل خيرنا، كل البيوت عندها خير في التلاجة، طلعي واعملي، ربنا يزيدكم في خيركم. الناس النباتيين يا جماعة واحنا صايمين، وتمشي لأي حد مع أي حد، شغالة في أي وقت. عشان مدارس كده. حتة طماطم صغننة كده، كل دي حاجات بتفيد الأطفال. في أطفال ما بياكلوش الحاجات دي خالص، مضطرين بقى نحطها لهم هنا عشان ياكلوها بالعافية. ساعة ما تقول لهم بيتزا، واو بقى كله يهيس. حطي أي حاجة هم مش بيحبوها، هم مش هياخدوا بالهم أصلا. دي موتزاريلا صيام يا جماعة، نباتي 100%. في ناس نباتيين بتبقى موضوع الأكل ده عندهم مشكلة. معلش أنا آسفة، أنا بحط بإيدي بس معلش سامحوني، أنا ما بعرفش أحط غير إيديا، وأنا إيديا نضيفة وزي الفل، بغسلها 50,000 مرة في اليوم. بس أنا ملمس الحاجة بإيديا هو ده اللي بيخليني أعرف. خلصنا حبايبي، اخبز بس الحاجة وارجع لكم تاني واوريكم النتيجة في الاخر. بصوا حبايبنا، شوفوا الطراوة، لا زبادي ولا سمنة ولا لبن بودرة ولا اي حاجة في اي حاجة، زيت ودقيق وملح وخميرة وسكر بس. دي الحتة اللي كانت عند الجوز قطعناها اهي وعملناها برضو قرصتين كده سادة اهو. دول الباقي، دول 4 كوبايات دقيق، 4 كوبايات دقيق، 4 معالق زيت، كيس خميرة، معلقة سكر كبيرة، ذرة ملح صغيرة، ولا أي حاجة ولا أي حاجة. والموتزاريلا صيامي، كله صيامي 100%، لا بيض ولا لبن ولا زبادي. ايه رأيكم حبايبي؟ يا ريت ما تنسونيش في اللايك والشير، وأرجو إن انتوا تتابعوا قناتي. باي باي.